السلام عليكم يا أحلى متابعين في الدنيا. هعمل لكم النهاردة حلو سهل وسريع وبيخلص في دقايق. أنا لقيت قدامي بالليل كده موزتين وعندي بيضة وشوية دقيق، قلت مفيش غيره هو البانكيك، وقمت عملت أحلى بانكيك بالموز، وحطيت بقى صوص الشوكولاتة بتاعي، وزي ما انتوا شايفين كده تحفة، طري وهش ولونه ابيض من جوه، والتسويه بتاعته مظبوطه. والله في دقايق رحت خلصته في دقيقه بالليل، ما خدش مني اي وقت. يومين بقى شتا وكده، عايزين الحاجات الحلوه اللي بتخلص بسرعه دي عشان نلحق نتدفى. انا عايزه اللي مشتركش في القناه ينزل يشترك ويفعل الجرس، وبينا على الطريقه. بعتذر لو الإضاءة مضلمة شوية، بس أنا حاولت أظبطها على قد ما أقدر. زي ما قلت لكم كنت بصور بالليل. جبت المستين بقى اللي قلت لكم عليهم، حتى كان فيهم سنة حتة مستوية صغيرة كده، بس مش إشكال، أي حاجة نستفاد بيها ونعمل نطلع منها حاجة حلوة، ده في حد ذاته حاجة حلوة يعني. انا ههرس المستين بشوكة زي ما انتوا شايفين، ممكن تعملوهم في الخلاط، بس انا قلت حاجة حلوة تخلص بسرعة كده، فمن غير ما نكركب بقى ونعمل دوشة كتير، بالشوكة زي الفل اتعملوا. بعد ما هرستهم بقى هحط البيضة، نهرسهم كويس، حتى لو في قطع ولا حاجة في البانكيك ده مش هيأثر في حاجة يعني. حطيت البيضة، هحط عليها الفانيليا، وهضرب بقى بالمضرب اللي هو اليدوي، اللي هو العادي، ممكن تعملوها بالمعلقة عادي، يعني ايه ده يدوي من غير كهرباء ولا اي حاجة. هضرب كده جامد جامد علشان تطلع البانكيك هشة كده وطرية. نضرب جامد بالمضرب، عايزين برضو تعملوه في الخلاط بالمضرب الكهرباء براحتكم يعني. بعد كده هحط نص كوباية، لا ربع كوباية من السكر، واضرب برضو جامد. بعد كده نضرب جامد جامد لحد ما يبقى القوام فاتح كده زي ما انتوا شايفين. الضرب الجامد ده اللي بيخلي الحاجه تطلع هشه وطريه وقوامها مظبوط. هنحط بقى معلقتين من الزيت، وبعد كده نص كوبايه من اللبن. انا عايزه اقول لكم، ونضرب برضو جامد، عايزه اقول لكم ان انا تاني يوم عملت مقدار تاني من البانكيك، طبعا تحفه عجبهم جدا. تاني يوم عملت تاني، بس كترت المقدار بقى، حطيت كوبايه من اللبن على كوبايه وربع دقيق. هنا بقى يعني عادي تزودي في المقدار، وكنت عامله بموزتين كبار شويه. انا هنا حطيت كوبايه من الدقيق، هحط عليها معلقه صغيره من البودر. لو هتكتري بقى المقدار تحطي كوبايه لبن، كوبايه وربع من الدقيق، هتحطي عليهم معلقه كبيره من البودر بس، وتزودي معلقه كمان من الزيت، او يعني احنا حاطين هنا معلقتين زيت، نحطه بقى في المقدار الكبير 4 معالق زيت ونص كوبايه سكر. هحط لكم تحت المقادير حاجه صغيره، والمقادير اللي هو الضعف. هحط لكم المقادير تحت في صندوق الوصف. انا هنا كنت حاطه دقيق زياده عشان المقدار ممكن يحتاج مني معلقه او معلقتين، بس المقدار زي ما انتم شايفين موزتين صغيرين بالمقدار ده خد مني كوبايه كبيره من الدقيق. بنعاير بالمج العادي اللي هو بتاع الشاي اللي موجود في اي بيت، او الكوبايات المعياريه اللي انا بعاير بيها دي. زي ما انتوا شايفين القوام معايا لا خفيف قوي ولا تقيل قوي، وطالع فاتح ولونه حلو، علشان الضرب الكتير بيخلي القوام كده فاتح ومظبوط. اللون الفاتح بتاع الخليط ده بيخلي الكيكة او البان كيك يطلع لونه ابيض كده وحلو من جوه. انا هنا سخنت الطاسة ودهنتها بنقطة زيت بس على نار وسط، ورحت حتى بقى كبشة من اللي هي الكبشة دي من البان كيك. اول ما بنلاقي البان كيك بيعمل فقاعات كده، ده دليل ان هو من تحت استوى، بنروح قلبينه على الوش التاني على طول. ايوه زي ما انتم شايفين كده. الفقاعات دي دليل على ان هو استوى من تحت خلاص وعايز يتقلب. النار بتاعته بتكون متوسطة. ناخد بالنا ان الطاسة لما بتسخن نهديها شوية علشان ما تحرقش مننا البانكيك، يعني احنا عاملينه على نار متوسطة. الطاسة لما تسخن جامد نهدي النار دي
شويه عن المتوسطه. وزي ما انتوا شايفين كده انا باخد كبشه من الخليط، بملى كبشه وبحطها، بتديني البان كيك اللي هو الايه المقاس اللي انتوا شايفينه ده. اول ما بشوف الفقاعات دي بستنى قبل ما تبقى عليه كله، بروح شايلاها، مش اول ما تظهر بشيلها. يعني هي كده ايه قبل ما تظهر عليه كله كده بتكون بدأت تملاه كله، بروح انا ايه قلباه على طول. دي دليل ان هو استوى، بيدينا بقى اللون الجميل ده. هو ده لون هو ده لون البان كيك ولا ايه؟ مش الكب كيك، هو ده اللون المعروف للبان كيك. آه، انا بالنسبه لي البان كيك ملهوش لون غير ده، هو ده اللون المظبوط بتاعه، يعني لا افتح ولا اغمق من كده. احنا بندهن الزيت في اول مره بس، وبعد كده مش بندهن الطاسه خالص، بندهنها اول مره بس. زي ما انتوا شايفين البان كيك تحفه، يعني لو ما طلعش فيه الفقاعات دي اعرفوا ان البان كيك مكتوم ومش مظبوط وان العجينه فيها حاجه غلط. دي دليل ان العجينه، دليل ان الخليط بتاعنا ناجح وان البان كيك ايه مظبوط. ما طلعتش بقى يبقى في حاجه غلط. ومن الوش التاني من الجنب التاني بياخد برضو حته حمار بسيطه كده. وبكده خلاص خلصنا البان كيك. زي ما انتوا شايفين خلص على طول، ما خدش مننا اي حاجه، والتسويه بتاعته سهله وبسيطه. هنعمل بقى التريكات والحركات بتاعتنا، نحط شويه الشوكولاتات وكده. دي الشوكولاته النوتيلا اللي انا قلت لكم عليها قبل كده. باذن الله الفيديو الجاي هتكون الطريقه بتاعتها. هوريكم بقى البان كيك من جوه قد ايه طري وهش ولونه ابيض من جوه وجميل، طري طري جدا، لونه ابيض من جوه. انا بحاول اوريلكم اللون بتاعه، وواخد نفس اللون من فوق ومن تحت. بنقلبه على الوش التاني بياخد لون برضو احمر كده في ثانية، ما بياخدش وقت. وبيدينا اللون الجميل ده. انا احب كده وهي بتكون متغرقة شوكولاتة. ولو عندكم بقى موز وكده، انا عامله فيديو صغير بالبانكيك اللي انا عملته التاني بقى وانا مزوقاه كده بالموز والشوكولاته، شفتوا طاري ازاي وهش بيتقطع بسرعه. حاجه كده خفيفه خفيفه على المعده وعلى القلب وعلى كل حاجه. اللي عجب الوصفه ما ينسانيش يقولي رايه في التعليقات، واللي ما اشتركش في القناه يشترك ويفعل الجرس عشان يوصله اشعارات بكل حاجه جديده بنزلها.